ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. طبعا بعد الغيبة الطويلة اللي احنا طولنا عليكم فيها دي وقطعان الفيديوهات، ولكن ده كان حاجة غصب عني وكان حاجة خارجة عن ارادتي، لان الكلية يعني ضغط كبير جدا والكلية كمان بعيدة فبسافر لها، وكمان كلية علاج طبيعي من الكليات الطبية اللي هي محتاجة مجهود وكمان مذاكرة جامدة جدا عشان ربنا يكرمنا ونجيب امتياز او نجيب تقدير حلو. بس كده يا رب تكمل الفيديو الاخر عشان تستفاد كطالب ثانوية عامة بتتفرج على الفيديو. اول حاجه كده كنت حابب اتكلم عنها، عنوان الفيديو هيكون عباره عن تعمل ايه في شهر 10، او ايه هي النصايح اللي لازم تعملها في شهر 10، خصوصا النهارده بقى 8، فلازم انك تجتهد وتسعى عشان ربنا يكرمك في اخر السنه، وكمان تكون عملت اللي عليك وما قصرتش. سواء ربنا كرمك فدي حاجه هتفرحك وتشرفك وتفرح اهلك، سواء ربنا ما كرمكش فربنا هينزل عليك حاجه اسمها لطف الاقدار، وهتكون راضي جدا باللي انت عملته طول السنه. فعشان كده حاول انك تسمع الفيديو ده وكمان تطبق كل كلمه انا هقولها فيه. اول حاجه كده، انت وصلت في الفيزياء للفصل الاول نهايته، يعني وصلت لكيرشوف وما بعد كيرشوف، يعني انت دلوقتي يعتبر خلصت الفصل الاول، وفي ناس فيكم بسم الله ما شاء الله بدأت ان هي تدخل على الفصل الثاني. انت دلوقتي في شهر 10. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه كده، اللي انت لمه في الفصل الاول حاول انك تحل عليه. مثلا انت حليت كتاب الامتحان، حاول مثلا انك تجيب كتاب نيوتن وتحل عليه. حليت كتاب نيوتن، حاول انك تشوف مثلا مذكره خارجيه لمستر وتشوف اجاباتها وتحل عليه. طيب انا دلوقتي حليت على الفصل الاول وخلصته والدنيا تمام معايا. حاول مثلا، مستر محمد عبد المعبود بينزل الملخص كامل للفصل الاول مثلا في 6 ساعات او 5 ساعات، حاول انك تجيب ورقه وقلم كده وتلخصه. مستر محمد عبد المعبود بسم الله ما شاء الله مفيش عليه اختلاف، بيجيب كل الحاجات المهمه في تركات الفيديو ده اللي هو الفصل ده، وحرفيا اسمعه بدري عشان هيوفر عليك جدا في اخر السنه. يعني انت لو متفرجتش عليه دلوقتي هتيجي في اخر السنه وتقول يا ريتني كنت اتفرجت على الفيديو ده بدري. فحاول انك تلم كل افكار الفصل الاول، وكمان حاول انك تحل الشامل اللي عليها اللي هو بيكون في كتاب الامتحان، اللي هو بيكون سنين سابقه، اسئله سنين سابقه دي برضه مهمه جدا. وحاول تشوف افكار كل سؤال عشان الفكره دي بتيجي زيها وكمان بيجي متشابه ليه. حاول انك تحل كل ده وكمان تلم الفصل الاول في الفيزياء. طيب دلوقتي احنا عملنا كل ده والدنيا بقت تمام معانا في الفيزياء، نعمل ايه؟ حاول انك تجيب ورقه وقلم وتحفظ القوانين. القوانين مهمه جدا. طيب انا دلوقتي ما بعرفش احفظ القوانين، ليك طريقه؟ لينا طريقه. الطريقه ان انت تحل مثلا، تجيب ورقه وقلم مثلا كده وتحل مثلا صفحه في كتاب، اي كتاب، نيوتن، امتحان، تفوق، ايا كان، تجيب كده شويه مسائل وتحلهم. هتيجي تحلهم مثلا قانون في بتساوي اي في ار، هيتكرر معاك في مساله، في اتنين، في تلاته، فتلاقي نفسك مره كده مع التانيه هتلاقي نفسك حفظت القانون ده. حفظ القانون عن طريق كتر الحل. طيب دلوقتي عندنا برضه طريقه اللي هي المثلث، تحط مثلا في فوق اي في ار تحت، في بتساوي اي في ار، اي بتساوي في على ار، ار بتساوي في على ار. المثلث ده برضه هيكون كده في دماغك زي الخريطه الذهنيه بالظبط. طيب ده من حيث حفظ القوانين. خلصنا الفصل الاول وخلصناه والدنيا بقت تمام معانا، حفظنا القوانين، رجعنا عليه تاني، لسه في شهر 10 والدنيا تمام، خلاص خلصنا الفيزياء. نيجي دلوقتي لمادة زي مادة الكيمياء اللي كل الناس عمالة تشتكي منها، الكيمياء صعبة، الكيمياء. لا، الكيمياء سهلة جدا، وفي الآخر هتكتشف ده، تكتشف انك كمان بقيت برنس فيها كده وهتحل كل المسائل. لكن الكلام ده مش هتحس بيه كطالب غير في آخر السنة. في آخر السنة كده هتجيب الكتاب، هتحل بالامتحانين والتلاتة وهتخلص الدنيا، وكمان هتحس ان انت مرتاح فيها قوي. فحاول انك تجتهد في الكيمياء بس في الاول كده وتشد حيلك معاها عشان في اخر السنه تحس ان انت مرتاح وتحل كتاب واتنين وامتحان واتنين. طيب دلوقتي بالنسبه للكيمياء، مستر خالد صقر او مستر محمد عبد الجواد او ايا كان المدرس اللي انت بتاخد معاه، كل المدرسين افاضل، وطالما انت بتفهم المدرس زي ما انا قلت في فيديوهات السابقه، طالما انت بتفهم المدرس كمل معاه، مالكش دعوه باسم المدرس او رقبه او الشهره بتاعته او البراند بتاعه. كمل مع المدرس حتى لو هو مش مشهور طالما تفهم معاه. في ناس كملت مع مدرسين في سنوات اللي ما كانوش مشهورين ودخلوا كليات طبية. فكمل مع المدرس اللي انت بتفهم معاه وبإذن الله هتحقق أعلى ريت ليك في الثانوية العامة. طيب دلوقتي مستر خالد صار وصل للفصل الثاني. الفصل الثاني اللي هو بتاع التحليل الكيميائي، واللي هو بيكون حفظ جامد جدا خصوصا في الدرس الأول والثاني، وCO2 SO3 وكل الكلام دون. فازاي نتعامل مع الفصل الثاني للكيمياء؟
طبعا بعد ما انت خلصت الفصل الاول والدنيا بقت تمام معاك، بعت لك انا على الجروب بتاع التليجرام اللي هسيب لك برضو اللينك بتاعه في الفصل دلوقتي، سبت لك ملخص للحديد وسبت لك ملخص النحو والانجليزي وكم ملخص كده، بس انا ما كنتش فايق الفتره اللي فاتت فحاولت ابعد على قد ما اقدر الملخصات. هنزل لكم برضو ملخصات تاني للحديد، وكمان هنزل لكم ملخصات للفصل التاني. الملخصات دي انا المستر بتاعنا كان عاملها لنا، فهنزل لكم برضو على جروب التليجرام، هتفيدكوا جامد. ولو انت حفظتها او حطيتها جنبك كده وانت بتحل هتحس ان انت برنس، هتحل الكتاب وهتفرمطه. طيب دلوقتي احنا خلصنا الدرس الاول بتاع العناصر الانتقاليه، والدرس التاني وخاص العناصر الانتقاليه، والدرس الرابع والدرس بتاع اللي هو الحديد ومركبات الحديد. طيب احنا دلوقتي الحديد مش هتحفظ غير بطريقة واحدة بس، الحديد تعمله كمخطط وتحفظه معاك كده كمخطط ذهني مش هتنساه ابدا. المخطط دون كده حفظته تغمض عينك كده تسمعه، تيجي على اي مسألة تتخيل المخطط ده في دماغك هتحل وانت برنس. فالمخطط هيلم لك الدنيا جامد، لان الكتاب جايب لك مثلا اف اي 2 او 3 في حته واف اي سي او 3 في حته، فانت هتلاقي الدنيا متلخبطه معاك جامد. فالمخطط ده هو اللي هيلم لك الدنيا، خصوصا في الحديد. انا في الحديد ما كنتش اعرف اي حاجه، لكن لما حفظت الملخص حسيت ان الدنيا بقت سهله جدا والدنيا بقت تمام. فمن حيث الحديد حاول انك تحفظ الملخص. بالنسبه لي برضو الباب التاني اللي هو التحليل الكيميائي، حاول تحفظ ملخص كده، تحط CO2 SO3 كل ده في ملخص كده في عمود، وتجيب هنا الكاشف وتحفظهم كلهم كده، تحطهم كلهم في ورقه كده وتحفظهم، هتبقى برنس فيها باذن الله. طيب احنا دلوقتي خلصنا الكيمياء وحلينا، حاول برضو تحل كتاب مندليف، كتاب التفوق، كل ده تمام وشغال. كل ما تحل اكتر تكتسب افكار اكتر وتكون برنس في الماده اكتر. طيب دلوقتي نروح للعربي. مستر محمد صلاح عامل لكم عظمه جامده جدا. طبعا مستر محمد صلاح من الاساتذه المقربين للواحد، يعني بسم الله ما شاء الله عليه، كان مبدع في الثانويه العامه. فمستر محمد صلاح عامل لكم عظمه جدا، اللي هو الكورس اللي عامله للطلبه اللي ما كانوش لحقوا، هيبدا يشرح من الاول تاني، فحاول انك تشترك معاه. ده بالنسبه للعربي. طبعا مش عاوز اتكلم العربي لان مستر محمد صلاح مأدي اللي عليه وزياده. طيب دلوقتي نيجي بالنسبه للانجليزي. في ناس خلصوا الوحده الثالثه لحد الوحده الثالثه، وفي ناس لسه في الوحده الثانيه. بعت لكم انا ملخص للانجليزي على جروب التليجرام، فيه كل حاجه وفيه جرامر وكل حاجه متلخصه من السيستم. سيبوا جروب التليجرام تحت، حد حابب ينضم ليه يشوف التلخيصات. ده بالنسبه للانجليزي. طبعا بالنسبه للانجليزي في ناس كتير بعتت لي عاوزين نحفظ الكلمات القطع. كل ده هتحاول انك تحفظه بطريقه واحده بس. انا بعت كذا فيديو لحفظ الكلمات، طبعا مفيش تفاعل مفيش اي حاجه، لكن انا بقول لك حفظ الكلمات للانجليزي بيجي بطريقه واحده. تجيب ورقه وقلم كده وتيجي وتشوف مثلا المربع او القطعه دي مثلا فيها 10 كلمات، ما تحفظش ال10 كلمات كلهم. لو انت حفظك على قد، حاول مثلا تحفظ كلمتين بكلمتين، 10 كلمات ب10 كلمات، كل واحد على قد حفظه. 5 كلمات ب5 كلمات تحفظهم، بعدين تقفل الكراسة او الحاجة اللي انت بتسمع فيها وتسمعهم لنفسك تاني. تيجي مثلا ده الكلام ده الصبح، تيجي الدور تسمع كمان 10 كلمات، بالليل تسمع كمان 10 كلمات جديدة قبل تكتبها وتحفظها. هتلاقي ان الدنيا بقى عندك كده قاموس لغوي. يعني الواحد كان داخل الثانويه العامه ما كانش فيه خالص في الانجليزي، خرج من الثانويه العامه الحمد لله بقى عنده مصطلح كده كبير من الكلمات الانجليزي. فهي دي الطريقه اللي انا بقول لك عليها. القطعه قابلتك وحليتها والدنيا تمام، كلمه 2 3 10 قابلوك انت مش عارفهم، علم عليهم كده، هات جوجل ترانسليت وترجمهم واكتبهم جنبهم كده وحاول انك تحفظهم. فكل كلمه جديده بتكتسبها بتوفر عليك في المستقبل، لان المستقبل كله انجليزي. ده بالنسبه للانجليزي. والتراجم برضه لو انت حفظت كلمات هتفيدك في التراجم. والكلمات طبعا بيجي عليها لانجويج فوكابلري، بيجي عليها اسئله. والجرامر هتحاول انك تحفظ القاعده وتطبق عليها. ده بالنسبه للانجليزي. نيجي بالنسبه لماده زي ماده الاحياء. طبعا الاحياء أنا مش عاوز اتكلم عنها كتير، برضه الدكتور احمد الجوهري ودكتور محمد ايمن مبدعين ومقضين اللي عليهم زياده. فبالنسبه للاحياء برضه حاول انك دلوقتي في ناس دخلت عند الهرمونات ويقربوا يخلصوا كمان الهرمونات، او في ناس لسه بادئين فيها. فبنحيث الفصل الاول حاول انك تشوف مسائل القطع العضليه والحركه والوحده الحركيه، وكل ده مهم جدا وفي غايه الاهميه. دكتور احمد الجوهري هيعمل لكم ملخص جامد جدا هيلم لكم الليله كلها. حاول انك تفهم الفيزياء وتحفظ على هيئه مخططات، هتوفر عليك جامد. سيبك من الهري بتاع الكتب وان هو راسلك كلام كده كله فوق بعضه، لا حاول انك تحفظ المخطط او تعمل مخطط لنفسك هيوفر عليك جامد. ده بالنسبه للاحياء. طبعا الهرمونات
سهله، وكتاب التفوق عاملها مخطط جميل قوي كده في البدايه. فده بالنسبه للاحياء. طبعا اتكلمت كده يعتبر عن معظم او كل المواد. باذن الله الفيديو الجاي هنكمل لكم الحاجات اللي احنا قلنا لكم عليها، وهسيب لكم برضو جدول للمذاكره هسيبه لكم دلوقتي قدامكم على الشاشه. بس كده، كان معكم فارس نشأت، ويا رب تكون استفدت. بس كده، سلام.